دعم العصابات الإرهابية تم إسقاط طائرة حربية أثناء ملاحقتها العصابات الإرهابية داخل الأراضي السورية في منطقة كسب في ريف اللاذقية. المصدر أضاف بأن الطيار السوري تمكن من الهبوط بالمظلة. مراسل الأخبار الحربي أجرى لقاء مع الطيار السوري البطل، نتابعه معا. الحمد لله على سلامتك يا بطل. الله يسلمك حبيبي، يا أهلا وسهلا فيكم. تفضل احكي لنا كيف صارت الإصابة. كنت مكلف بتنفيذ مهمة ضمن الأراضي السورية بملاحقة مجموعات إرهابية بعمق الأراضي السورية بحدود 7 كيلو. لما وصلت لمنطقة الأعمال شاهدت الهدف وأنا عم بتعامل معه، نفذت مهمتي وباتجاه العودة ضمن الأراضي السورية بعمق 7 كيلو تقريبا أو أكثر. أنا بالدوران جاني صاروخ من طائرة تركية، حسيت بطيارتي انها انصابت، فاخذت قرار بمغادرة الطائرة بالمقعد المقذوف. هدفي بالاراضي السورية وقذفت بالاراضي السورية، وبقول لهم للي استهدفوني اراجع لهم باذن الله. انا بحالة صحية جيدة، المعنويات عالية الحمد لله، والعزيمة طيبة، والهمة حديد، وجاهز ان شاء الله بكره بعد بكره باذن الله للعوده لساحات القتال لملاحقه المجموعات الارهابيه حتى نخلص من اخر ارهابي على ارض سوريا الحبيبي. الحمد لله على سلامتك مره ثانيه. الله يسلمك واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. شكرا لك. شكرا لكم. مشاهدينا، تابعنا اللقاء